ازيكم يا حلوين؟ تعالوا نشوف مع بعض البسيسة بأسهل طريقة وكمية وفيرة، كمية كبيرة جدا. شايفينها طرية ازاي وهشة وجميلة جدا ومش بتفرول، بمكونات بسيطة جدا. ندخل الفيديو كده ونشوف معانا. اول حاجة كده معايا كوباية دقيق عادي، دقيق ابيض عادي، دقيق جميع الاغراض. كوباية كده بنخلها كويس، لازم انخلها عشان تبقى هشة بنفس الكوباية دي المعيارية، وهي نفسها مقدار الكوباية الإزاز اللي بنشرب فيها المج الشاي. وكيس كيك شيف بنخله برضو، كل ده عشان أضمن دخول هوا، نسبة هوا حلوة للبسيسة عشان متبقاش مكتومة. تمام، بنقلبها بقى كويس جدا كده خلاص في الدقيق. بعد كده هجيب دقيق الذرة، ادي كوباية انا جايباه اصفر، ادي 2، في منه ابيض ادي 3، ادي 4. يبقى ده نص كيلو 4 كوبايات زي ما انتم شايفين كده. يبقى نص كيلو او 4 كوبايات احط عليهم كوباية دقيق ابيض جميع الاغراض، وكيس كيك شيف، وذرة ملح اللي انا حطيتها دي ذرة ملح، وبركنه على جنب. دي فانيليا. جبت الخلاط بتاعي، حطيت فيه 4 بيضات، ادي 2، ادي 3، ادي 4 بيضات. هفضي عليهم كيس الفانيليا. تمام، وهبدأ هعاير السكر واحطه. هنحط كوبايتين سكر زي ما انتم شايفين كده اهو، كوبايتين سكر بنفس الكوباية. بعد كده الكوباية التانية هيك، اول كوباية ودي الكوباية التانية. تمام كده اهو. طبعا مجهزة الخلاط. بنفس الكوباية برضو هحط كوباية زيت كده. المواد اللي هتبقى السايلة معايا اللي هضربها فين في الخلاط اهو. ادي كوباية الزيت. تمام كده. بعد كده لو عايزة تحطي نقطة خل، انا ما حطيتش بصراحة. لو عايزة تحطي نقطة خل على الخليط ده حطي. هبدأ بقى عندي مرندة، هحط كوباية برضو مرندة. الزيت قد العصير او اللبن. تمام، دي مرندة برتقال. تمام، حطيتها بقى على الخليط كده، وهنضرب كل الحاجات الحلوة دي كلها مع بعض في الخلاط. على بقى انا كده مشغله الخلاط على بال ما يضرب الخليط. حطيت نقطه زيت وبدات ادهن الصينيه عشان ابطنها. الصينيه دي مقاس 40 في 25 او 28، 40 في 28، اللي هي اكبر واحده في الاطقم اللي هي المربعه دي. تمام، بنبطنها كده وبالزياده بنرميها في الحوض. بعد كده ده الخليط بعد ما اختلط كويس جدا وفيه السكر، جبت بولة اكبر وحطيت فيها مكونات الجافة، واديها تقليبة تانية كده. هو لونه اصفر علشان انا جايبة دقيق ذرة اصفر، في دقيق ذرة تاني ابيض ونفس النتيجة برضو. شايفين لون المرندة مخلي المواد السايلة لونها جميل ازاي. بنزل كل الخليط علشان ما يأثرش على المقادير. تمام كده. هبدأ بقى اقلب في اتجاه واحد. الاقيها في الاول خفيفة، على بال ما اخلص تقليب هلاقيها تقلت وبقت قوام الكيكة الحلو بقى الجميل اللي احنا متعودين عليه. هنقلب بقى كويس جدا كده اهو. اي تقليب يبقى في اتجاه واحد اهو بالشكل ده لغاية ما تختفي كل المواد الجافة من الخليط. هنجيب بقى اسباتيولا ونلم الحروف اللي عندنا دي عشان يبقى ضمنا كل المقادير مظبوطة. خلاص انا كده عملتها، وصلتها لمرحلة الشريط كده. يبقى كده خلاص. هحطها بقى في الصينية اللي انا بطنتها نفضتها من الدقيق، وهبدأ احطها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده.
ما شاء الله جميلة وطعمها تحفة وارتفاعها مظبوط جدا. البسيسة ما تتعملش اعلى من كده، لو اتعملت اعلى من كده تفرول من ايد اطفال وتبهدل الدنيا. هي كده ارتفاعها هتشوفيه دلوقتي جميل جدا. هنعمل خطوط بالطول وبالعرض عشان لو في فقاقيع هوا ميبقاش ظاهرة تعمل فراغات في الايه في الكيكة. حطيت لها في الفرن نص ساعة، حطيتها في الفرن نص ساعة على درجة حرارة 180 على الشبكة، وبقت بالشكل دوت. سبتها تبرد، قفلت عليها الفرن شوية وبعدين خرجتها بعد ما طفيت الفرن، وبقطعها بالشكل اللي انتوا ايه شايفينه ده. والقطعة كبيرة ما شاء الله، عملت 5 في 7، عملت 35 قطعة. شايفين ارتفاعها جميل ازاي؟ ما تتاكلش الا كده البسيسة. لو وصلتوا لحد هنا متنسوش الاشتراك في القناة ودعوة حلوة منكم، و تشيروا لأصحابكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.